طيب فيديو النهارده هيكون تقييمي للكرتونات او للكرتون او للكراتين. مش عارف بتتقال ازاي بس انتوا فهمتوا الفكره. هنقيم الكراتين او الكرتونات او الكرتونز، تمام، من الاسوأ للافضل. هجيب لكم اكتر كرتون بقراه لحد افضل كرتون بحبه. وخلينا نبدا. اول حاجه ومعانا طبعا الاستاذه دورة. هل ترى البحر؟ ايوه على يمينك اهو. هل ترى البحر يا ست؟ على يمينك أهو. لا لا، انا بسالك سؤال واضح. هل ترى البحر يا ستي؟ ما يا جماعه محدش بيحب الكرتون ده. محدش يقنعني ان هو بيحب الكرتون ده. فده انا هحطه في خانه اسوأ كرتون في حياتي بجد. حتى وانا كنت طفل كنت بكرهه. الكرتون اللي بعد كده وهو اسوأ برضو، كرتون منصور. ما تعرفش هو بيعمل ايه، هو كل شويه منصور. طب هل في اكشن؟ لا. طب هل في حزن؟ لا منصور. طب في رعب؟ لا. طب ايوه، يعني ايه؟ طيب يا منصور انا هتفرج عليك ليه؟ مفيش اي حاجه مستفيده الكرتون ده بجد. بجد ايه يا منصور؟ مالك يا باي؟ انت كرهتني في الاسم. المهم خلينا نخش في اخر واحد في الاسوأ علشان نخش في الطبقه اللي بعد كده. اخر واحد في الاسوأ وهو ليث ذا كينج، اللي هو الاسد الشبل الملك او حاجه. يا عم هو ايه ده؟ فيل بيتكلم مع شقلباظات مع ليون مع ديناصور وحاجات غريبه ومش فاهم ايه ده يا جدعان بجد. يا جماعه انا اديت الكرتون ده فرصه كتيره جدا ان أنا اتفرج عليه وبرضه غريب غريب ومعفن. يا عم ما بتضحكش، لا يحاول يضحكك. يا عم انت ما بتضحكش، لا 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 هحاول اضحكك. فحرفيا دول اكتر 3 كرتون انا بكرههم في حياتي. إيه بقى الكرتون العادي اللي هو انت ممكن وانت بتقلب كده تلاقيه فتتفرج عليه عادي، يعني ما مش بتدور عليه مخصوص، لا انت بتلاقيه في وشك فبتتفرج عليه. وهو اول حاجه معانا يحيى انجلو. بصراحه الكرتون ده انا حابه اكتر لان انا كنت بتفرج عليه وانا صغير، فلما بشوفه بفتكر الذكريات بقى وكده. فهو انا حابه عشان كده. بس وغير كده طبعا كل حلقه بفكره جديده فكان لذيذ. بصراحه كرتون حلو. تمام. والكرتون اللي بعد كده وهو الدببة بالسلاسل مثلا، بحس ان هو عادي برضه حلو كده وفي فكره بسيطه. واللي هو ايه، انا مش هبحث عليه مخصوص ولا هدور عليه مخصوص، بس هو حلو يعني زي يحيى انجلو كده. جميل برضه ممكن تتفرج عليه عادي. نيجي بقى للحاجه اللي بعد كده وهي الخانه بتاعت الكرتون الجيد. وهنا انا حبيت اضيف كرتون خلف حائط الحديقه. يا جماعه ايه ده؟ ازاي الكرتون ده ما اتعملش منه جزء تاني وتالت ورابع؟ حرفيا ده اكتر كرتون انا حبيته. وده حرفيا اكتر كرتون بيخليني اسرش على اليوتيوب واعرف قصته ونهايته. من كتر ما الكرتون معقد تحس ان الكرتون ده مش للاطفال يعني وكده، لا للشباب. فالكرتون حلو وقصته حلوه ونفسي يعملوا منه اجزاء جديده بجد نفسي. والكرتون اللي بعد كده معانا في المرتبه بتاعت جيد وهو ابطال التايتنز. يا جماعه ابطال التايتنز كرتون كوميدي بحت. انا بحبه جدا بجد. انا اصلا دايما بحب بيس بوي، بحس نفسي ان انا بيس بوي، ما اعرفش ليه. هتيجي تقول لي يا اسطى هل انت بتتحول لحيوان؟ هقول لك لا يا اسطى اكيد مش بتحول لحيوان يعني، بس ده ما يمنعش ان انا بحب بيس بوي. تمام. فبرضو ابطال تايتنز من الكرتون الجيد زي خلف حائط الحديقه. نيجي بعد كده لاجمد الكراتين دي لاجمد البرامج الكرتون. تمام. في احلى حاجه اكتر 3 كراتين بحبها، مش عارف ايه كلمه كراتين دي بس ما علينا. اول حاجه طبعا وبدون تفكير جامبل. يا جماعه ايه ده؟ ازاي ده كرتون عادي؟ الكرتون ما بيخلق، ما فيش حلقه بتعدي الا لما بضحك فيها 10 20 مره 30 مره، وحتى لو الحلقه اتعادت انا بضحك تاني. يا جماعه كرتون غامبل ده اللي عمله حرفيا واحد كان يعني يعني مش هقدر اتكلم بصراحه، مش هقدر اتكلم. انتوا اكيد انتوا عارف، كل الناس اللي بتتفرج على الفيديو ده اكيد كانت داخله وعارفه ان جامبل هيكون في المرتبه الاولى. تمام. وبعد جامبل طبعا يجي برضو كلارنس. يا جماعه كرتون كلارنس جامد جدا بجد كوميدي. والشخصيات اللي فيه يعني كل واحد وليه صفه. وسومو بالذات انا بحب سومو جدا. فكلارنس برضو يعني من الكراتين الحلوه جدا واللي انا بحبها جدا. وبعد كده يجي كرتون وقت المغامرة. طبعا عظمة. طبعا عظمة ومن أكتر يعني البرامج اللي بحبها جدا. وحرفيا بيضحكني جدا. وغير كده يعني قصته طويلة. وغير كده في حزن في الآخر لما جيك بيموت. لو انت متعرفش جيك بيموت في الآخر. بس وفي كرتون أنا كنت ناسيه كنت هنسى أقوله، بس ده طبعا بيعتبر من أكتر برضو البرامج الممتازة. وهو كرتون مordecai وريجبي. ايوه مordecai وريجبي. مordecai وريجبي جامد جدا محدش يقدر ينكر. مordecai وريجبي عامل كده زي
زي فين وجيك، تحس ان هما توينز توأم. ما بتبص كلها ضحك، الحلقات كلها ضحك حرفيا. يعني انا مثلا لو ما لقيتش مثلا جامبل شغال بشغل ده، لو ما لقيتش مثلا وقت المغامره شغال بشغل ده. فحرفيا كل الكراتين اللي هي في الدرجه الاولى دي كلهم بيجمعوا بعض، تحس ان هو الكراتين دي كلها معموله علشان ايه؟ نفس السلسله ونفس الامتياز ونفس يعني حرفيا البرامج دي انا عيشتني طفوله سعيدة بصراحة. وبس لو عندك اختلاف في الآراء عادي جدا، انت ممكن يبقى انت مختلف معايا في أي رأي. فالمهم شوف انت مختلف معايا في أنهي رأي واكتب لي تحت في الكومنت. وبس ده كان فيديو النهاردة، أتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك، ومع السلامة.